هل يستطيع ليفربول الفوز بلقب الدوري والحفاظ عليه بطريقة الفوز بالأنفاس الأخيرة؟ هو أرتيتا اللي بيمرن ولا مدرب الكرات الثابتة؟ هل انتهت حقبة جوارديولا للأبد ومفيش فايدة في الصفقات؟ حضرتك تحب تقول إيه لمانشستر يونايتد؟ كرة جوال. ألا لو ركزنا كده في الدوري الأسباني مع ريال مدريد وبرشلونة، مين فيهم هيتعثر الأول تفتكر؟ اللي نفسه طويل وبيكسب في آخر ثانية بريمونتادا ويبقى خسران ويرجع في النتيجة، ولا اللي محافظ على الكلين شيت؟ الفيديو ده مخصوص عشانك انت مش لوحدك في الدنيا اللي بيحب تسمع كل حاجه تخص كره القدم بطريقه سريعه ما فيهاش اي نوع من الملل وانت بتعرف. نبتدي بالدوري الاقوى في العالم، الدوري الانجليزي، بافتتاحيه الجوله باسطوره لندن تشيلسي بالفوز بخماسيه مقابل هدف لويست هام. الماتش اللي حرفيا ما حدش كان باين له اي ملامح فيه من بداياته، كان واضح كده في الاول تعثر جديد لتشيلسي واداء ما كانش اقوى حاجه في اول ربع ساعه، ولكن مش محتاج اقول لك ان اصدقاء بالمر قالوا ان احنا من غير بالمر نقدر نعمل سكور كبير ونقدر نتحول ونقدر نعمل ضغط عالي ونقدر نعمل ونظهر شكلنا بتاع كاس العالم للانديه عشان ترجع السيطره وترجع الاقاويل من تاني ان تشيلسي هيبدا ينافس السنه دي حتى لو مش على اللقب اللي لسه ما ظهرش ملامح لصاحب اللقب، ولكن على الاقل المراكز الثلاثه الاوائل. ماتش بعد اول ربع ساعه ليه يتحول من طرف واحد، واصدقاء بالمر قدروا يثبتوا ان هم فعلا رجليهم ثابته على الارض اقوى، وويست هام فعلا بيتحركوا ناحيه مراكز الهبوط. حتى لو الفرقه دي ما هبطتش، بس اعتقد الفرقه دي من غير اي تدعيمات ما اعتقدش ان هي ممكن تنافس على اي حاجه السنه دي. ولكن افتتاحيه الجوله الجايه تشيلسي قصاد فولهام، الفريق اللي اثبت نفسه قدام مانشستر يونايتد، بيقول ان هو السنه دي جاي مش جاي يهزر، جاي ان هو رجله لسه على الارض حتى لو هي فرقه دايما بتبقى في منتصف الجدول. ولكن لو ركزت مع فولهام هتلاقيهم في الاغلب يعني ما بيستغنوش عن اي نجم من عندهم او اي لاعب يظهر من عندهم غير نادرا كده او كل فين وفين، زي ما شفنا اخر لاعب خارج من عندهم هو كان بالينيا، والكلام ده كان من سنتين او اكتر كمان. لكن الفرقه المدرب بتاعهم، الصفقات بتاعتهم، اللعيبه اللي ظهرت عندهم زي مونوز زي ويلسون، اللعيبه دي هم فعلا لسه متمسكين بيهم لحد دلوقتي، وفعلا ظهروا باداء كويس جدا قدام مانشستر يونايتد. فاعتقد ان هي جوله مش سهله لتشيلسي. هنشوف اسطوره لندن هيعمل ايه، وهيفضل مستمر في الحفاظ على الفوز والثلاث نقط، ولا ممكن يتعادل زي مانشستر يونايتد. وبما اننا جبنا السيره، الفرقه الاكثر جمالا من وجهه نظري لحد دلوقتي طبعا بعد ليفربول يعني هي مانشستر يونايتد. وبالمناسبه كمان اول ماتش في الدوري قصاد ارسنال ممكن يكون كان كمان اجمل من ماتشات ليفربول نفسهم، كره دورجو اللي جت في العارضه وكور ماتيوس كونيا اللي كانت بتضيع كتير جدا للاسف ما قدروش يسجلوا منها. كمان الحظ ما وفقهمش في ماتش فولهام حتى لو كان الريتم اقل بشويه من ماتش ارسنال وده طبيعي، ولكن اللي انا لحد دلوقتي مش قادر افهمه وحاسس ان هو غلطه كبيره في اداء مانشستر يونايتد، هو ممكن يكون ميزه وعيب، وهو تمسك اموريم بطريقه اللعب بتاعته اللي هي 3-5-2. الطريقه دي مش احسن طريقه خصوصا لعناصر مانشستر يونايتد الحاليه، وخصوصا ان هي بتخلي اهم واقوى حد عندك في التشكيله وهو برونو فرنانديز بعيد جدا عن المرمى. هنشوف اموريم هيتمسك بنفس طريقته دي حتى لو هي مش فعاله ولكن لحد اخر نفس، ولا ممكن ان هو يغير شويه ويرضخ ان هو يلعب 4-3-3. ولكن لو الواحد جه بص برضه للنتائج السابقه لمانشستر يونايتد اخر كام سنه، فاعتقد ان انت بدايه الموسم قدام ارسنال في الماتش الاول، قدام فولهام فرقه قويه ورخمه جدا الماتش الثاني، وتطلع بالاداء ده في اول ماتش وتعادل في الماتش الثاني، فدي ما اعتقدش ان هي اسوأ سيناريو. يعني طبعا هو السيناريو مش احسن حاجه لاسم كبير زي مانشستر يونايتد، لكن على النتائج القريبه الاخيره هو حاجه مش وحشه، خصوصا ان انت عندك الماتش الجاي بنفس الاداء ده لو فضلت مستمر عليه. بيرلي الاداء اللي هو الظاهر باهت جدا في بدايه الموسم من بيرلي طبعا انا قاصد، خصوصا لو جيت بصيت على تاريخ الفرقتين لعبوا بعض 17 مره، كسب مانشستر يونايتد 10 وتعادلوا 6 وبيرلي كسب ماتش واحد بس. فاعتقد ان انت مفيش احسن من كده مناسبه تثبت ان الاداء اللي انت بتعمله في اول جولتين يترجم لاخيرا 3 نقط وفوز سهل جدا لمانشستر يونايتد. نطير من مانشستر ونرجع تاني لندن لفريق بينافس ومش جاي يهزر السنه دي وهو ارسنال، اللي بالمناسبه ما عملش زي ما كنا بنقول على مانشستر يونايتد ان هم عملوا ماتش احسن منهم، ما عملش الاداء المنتظر منه في اول ماتش وكسبوا بركله ثابته. ولكن ارسنال اللي جاي يقول المفيد والمهم ان انا السنه دي مش جاي اهزر، وبالمناسبه دي بتبقى في الاغلب بدايات ارسنال كل سنه، فمش عايزك تتعشم يا مشجع يا ارسنالي، كلنا نتمنى نشوف وجه جديد لارسنال ويترجموا العظمه اللي بيعملوها والمشروع
المشروع ده لبطوله، ولكن ان هم يبداوا حتى لو بالاداء الباهت يقدروا يخطفوا الثلاث نقط من مانشستر يونايتد، يخشوا قدام فرقه صاعده زي ليدز. على فكره بالمناسبه لو قلت لك الكلام ده انت ممكن ما تصدقوش، بس ليدز فعلا مش فرقه هايفه دفاعيا، يقدروا يفوز عليهم بخماسيه، فدي حاجه ولا اروع وبدايه ولا اروع لفريق فعلا جاي ينافس السنه دي. الاختبار الحقيقي طبعا يعني هو لو سامعنا مش هيعملوا كده، بس هم حط لهم على طول ليفربول الجوله الجايه. مانشستر يونايتد في ماتش سهل الليدز يونايتد وبعد كده يطيروا ليفربول، دي حاجه يا جماعه صعبه جدا بصراحه، ولكن ده الاختبار الحقيقي وده الاختبار الانسب لو عايز تنافس على بطوله وعايز تكسب بطوله كبيره زي الدوري الانجليزي لمشروع بقاله اكتر من سنه بيتبني. فاعتقد ان انت المفروض مفيش حاجه توقفك، مفيش احسن من كده اختيار ولا انسب من كده اختيار ما بين ليفربول وارسنال. مش هتكلم دلوقتي على المواجهات المباشره بين الفرقتين، خلينا نتكلم عنها بعد ما نتكلم عن ماتش ليفربول عشان نختصرهم الاثنين مع بعض لانهم الاثنين هيلعبوا بعض اصلا. بعنوان ليفربول الانفاس الاخيره للمره الثانيه على التوالي وموسم اللقطات الحاسمه. ارني سلوت ناس بتقول هو محظوظ، ناس بتقول هو فعلا عارف هو بيعمل ايه، محدش قادر يستقر لحد دلوقتي لان لسه برضو الاختبارات مش اقوى حاجه، وبرضو اللي ما كدبلناش خبر القرعه اللي عايزه تكشف كل الناس اللي بتحاول تظهر لنا حاجه على حقيقتهم برضو حط لهم ماتش صعب جدا وهو ارسنال. في الجوله الثالثه على طول ماتش قدام ارسنال، بعد جولتين عدوا كسبوا بالشق الانفس زي ما بيقولوا. ماتش نزل كيزا في اللحظات الاخيره قدر يسجل له جول، وماتش ينزل شاب عنده 17 16 سنه مش متاكد بصراحه من سنه يعني، بس هكتبه لكم كده كده هنا، وينزل برضو يجيب له جول في اللحظات الاخيره باسيست محمد صلاح. فاعتقد ان ده حتى لو هو اداء وتفكير وتكتيك من ارني سلوت، مع اني ما اظنش يعني، لكن برضو الحظ خدمه ما نقدرش ننكر. مدربين كتير جدا بيعملوا تكتيك، مدربين كتير جدا بيبقوا سايبين الورقه الرابحه لاخر ثانيه واخر 5 دقائق و10 دقائق في المباراه وبينزلوا ما يعملوا لهمش حاجه. فمعنى ان انت الورقه الرابحه بتاعتك والكارت الاخير اللي بيترمي كل مره لمرتين على التوالي ينزل ينجدك وينقذك في اخر ثانيه، فده برضو في نسبه كبيره جدا من الحظ. لو جينا بصينا على تاريخ مواجهه الفرقتين لعبوا بعض 28 مره، 14 فوز لليفربول قدام 8 فوز لارسنال و16 تعادل. وشاهد على ده اخر لقاءين بين الفرقتين الاثنين تعادل والاثنين 2-2، يعني دي حاجه غريبه بصراحه. حتى لو جيت بصيت للماتشات اللي قبل كده هو عدم استقرار مش طبيعي. الماتش اللي قبل التعادلين هو فوز 2-1 لليفربول وقبليه 3-0 للارسنال، فهي زي ما بيقولوا كده رايحه جايه. واعتقد ان الاثنين نفس الفكر تقريبا، شايفين ان هما الاثنين اكتر فرقتين دلوقتي واخر كام سنه بينافسوا على اللقب، فاعتقد بتبقى انسب نتيجه للفرقتين هي التعادل. ده طبعا ملوش اي علاقه بان الفرقتين كل واحد فيهم بيحاول يخطف الفوز، واكبر دليل على كده ان الماتشات دي بتخلص تعادل بس مش تعادل سلبي. دايما الماتشات اللي زي دي هي اللي بتبقى حاسمه جدا وبتدي ثقه في النفس للعيبه الفريق اللي بتكسب الماتش ده ان هم يفضلوا مستمرين في الصداره لجولات كتير قوي قدام، لانهم بيحسوا ان هم تغلبوا على الفريق اللي هو بينافسهم بشكل مباشر. فطالما قدرنا نكسب الغريم المباشر لينا، ليه لا، ليه ما نكسبش الدوري؟ حبيت انهي الجوله بتاعت الدوري الانجليزي بالفضيحه والمشكله والمصيبه اللي بتحصل كل سنه بقالها فتره ما بين فرقتين كبار، مانشستر سيتي وتوتنهام. الحقيقه يا جماعه لما جيت افكر في جوارديولا ايه اللي ممكن يكون ناقصه، بصراحه ما لقيتش. انا من اكتر الناس اللي بتحب جوارديولا ومن اكتر الناس اللي بتدافع عنه ومن اكتر الناس اللي بتقول ان هو واحد من اعظم المدربين اللي جم في التاريخ ده لو ما كانش اعظمهم كمان، ولكن لما جيت بصيت بصراحه على كل تدعيمات مانشستر سيتي وكل الصرف اللي بيصرفوه ده ما لقيتلوش اي اعذار. فعلا ما فيش اي حاجه ممكن تخليك مش قادر تتغلب على توتنهام في اخر مباريات ما بين الاثنين لحد ما هم دلوقتي. وكلام بقى يطلع كتير جدا في صحف انجلترا ان توتنهام بدات تبقى عقده مانشستر سيتي وعقده جوارديولا. توتنهام اللي السنه اللي فاتت طالع كان بينافس على مراكز الهبوط برضه كان بيكسبك وبيكسبك بسكورات كمان، يرجع السنه دي برضه بعد تدعيماتك. كنا ممكن نقول السنه اللي فاتت يعني مانشستر سيتي واقع وجوارديولا مش في احسن حالاته، لكن السنه دي اعتقد مالكش عذر. عموما مانشستر سيتي جوارديولا ممكن ينسوا اللي فات وممكن يسكبوا الحاجات دي، خصوصا ان احنا لسه في بدايات الدوري فمش عايزين نخش في الكبوه بتاعه الخسائر. واعتقد ان مانشستر يونايتد والجهاز الفني كله عندهم القدره ان هم يثبتوا ده للعيبه ويخرجوا نفسيتهم للطريقه الاحسن بماتش سهل كده على الورق قدام برايتون اللي اخر 17 مباراه ما بين الفرقتين كسب مانشستر سيتي 13 مره وتعادلوا مرتين، وكده يبقى فاضل لبرايتون مكسبين
بهدفين قدام مانشستر سيتي. اي نعم اخر مباراه ما بينهم كانت تعادل 2-2، ولكن ده مش معناه اي حاجه، لان برايتون فعلا دلوقتي استغنوا عن اكتر من لاعب مهم جدا في السكواد عندهم، وطبعا تدعيمات مانشستر سيتي اللي ظهرت السنه دي، فاعتقد ان دي انسب فرصه يقدر يكسب فيها جوارديولا وبسكور محترم ومريح بدري بدري كده في الشوط الاول. ممكن الماتش يبقى رخم شويه في بدايه الماتش عشان اخر ماتش كان خساره لمانشستر سيتي، فاللعيبه ممكن تكون مش فايقه قوي، خصوصا ان الماتش على ارض برايتون، بس اعتقد ان جوارديولا يقدر يطلع بالثلاث نقط. المره دي بقى نطير من انجلترا كلها، مش من مدينه بس، ونروح على بلد كده جارتهم شويه وهي اسبانيا، للدوري الامتع والاجمل والاقرب الى قلبي. اخر 21 ماتش ما بين رايو فايكانو وبرشلونه، 16 فوز لبرشلونه و2 تعادل و3 فوز لرايو فايكانو. انا عارف ان الماتش ده هيبقى رخم كتير جدا 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 على قلوب مشجعين برشلونه، عشان ملعب رايو فايكانو اتضيق، ودايما تبقى شايف الشارع كده من جوه الكاميرات اللي بتبقى جوه الملعب، وحاجه يعني مش طبيعيه، والجمهور بيبقى مقفل الملعب اصلا متروس على اخره، لان هو اساسا ملعب صغير. اخر ماتشين ما بين الفرقتين بيشهدوا فوزين لبرشلونه، 1-1-0 و1-2-1، وفعلا بتبقى ماتشات رخمه وبايخه قوي على قلب اي مشجع للفرقه اللي بتلعب الفرقه دي على ملعبها. انا فاهم الاحساس ده، ولكن اعتقد برشلونه بالثقه اللي واخدينها، واللي ما رضيتش اتكلم عن الماتش اللي فات قبل ما اتكلم عن الماتش اللي جاي الاول عشان السبب ده، عشان اقول لك ان الثقه اللي واخدينها تقدر تخليهم يخرجوا من اي ملعب، خصوصا لسه في البدايات، خصوصا ان لسه البدني بتاع اللعيبه ما وقعش، خصوصا ان هم راجعين من اجازه وما كانوش بيلعبوا مثلا بطوله كاس العالم للانديه. فاعتقد ان هم يعرفوا يخرجوا من ملعب رخم زي ده، حتى لو مش بنتيجه كبيره، بس على الاقل بالفوز والثلاث نقط. برشلونه اللي بيعمل ريمونتادا، برشلونه اللي كان متاخر بهدفين قدام فرقه يعني لسه صاعده من الدرجه الثانيه، لكن فعلا فرقه رخمه جدا، وده ظهر تاريخيا ما بين مواجهه الفرقتين. ولكن دايما تظهر شخصيه برشلونه وشخصيه هانسي فليك اللي بدات تتكون من السنه اللي فاتت، والناس كلها قعدت تقول ان برشلونه بقى ليه هيكله ومنظر جديد، وهو شخصيه الريمونتادا. ما كانش لسه تم اثبات الكلام ده، ولكن هانسي فليك للسنه الثانيه بيثبته بدري قوي. فالسؤال هنا، هل ده اختبار حقيقي؟ هل الملعب والجمهور والفرقه الرخمه دي ممكن تكون اختبار حقيقي لهانسي فليك برشلونه، ان انتوا مش كل مره تقدروا ترجعوا في النتيجه؟ اعتقد لو برشلونه دخل فيهم جول او جولين في ملعب زي ده، ممكن يبقى صعب ان هم يعملوا ريمونتادا، او على الاقل يرجعوا في النتيجه للتعادل. فانا شايف ان ده انسب فرصه يقدر يرجع بيها هانسي فليك تاني، يبدا بقى بالعناصر الاساسيه، ما نلاقيش كوندي على الدكه، ما نلاقيش ديونج على الدكه، نلاقي التشكيله كلها كامله متكامله نازله بشكل اساسي من اول ثانيه في الماتش، عشان تقدر تضمن الثلاث نقط بدري بدري. واخيرا ختامها مسك لكبير اسبانيا وكبير اوروبا، للملكي ريال مدريد قدام ريال مايوركا. ريال مدريد اللي عامل بدايه وانطلاقه كويسه جدا، وراضي جميع جماهيره، مش بس في الاداء، مش بس الكلام اللي كان بيتقال في المؤتمر الصحفي، مش بس الضغط العالي على حامل الكره، مش بس اللعب ما بين جميع الخطوط اذا كان على الوينجات او اذا كان في العمق، مش بس السيطره، مش بس الاستحواذ، مش بس عدد الباصات، مش بس خلق الفرص قدام الثلث الاخير من الملعب، ولكن حاجه ما قالنا كتير قوي ما كناش بنشوفها في ريال مدريد كارلو انشيلوتي، وهي الكلين شيت. ريال مدريد المحافظ لحد دلوقتي على كلين شيت، حتى لو مش بيكسب بسكورات كبيره، زي ما شفنا بيكسب الماتش الاولاني من ضربه جزاء 1-0 بس مش اكتر، والماتش الثاني 3-0، ولكن الاهم في الموضوع هو الصفر اللي بيشهد لكل فرقه بتقابل ريال مدريد في جولتين للدوري الاسباني مع انطلاقه بدايه الدوري، وهو الكلين شيت القوي والدفاع القوي من ريال مدريد. رغم انك بتلعب بثلاث مدافعين بس في المنظر للكاميرا من فوق كده، ولكن اللي انت مش واخد بالك منه ان الكره لما تبقى مع الفرقه اللي قدامك، ريال مدريد بيلعب بخمسه ورا، زي ما طلعنا واتكلمنا قبل كده. ممكن ابقى سايب لك الفيديو في الاي اللي فوق دي كده لو عايز ترجع تبص عليها، للطرق وتكتيكات وتشكيله تشابي الونسو في ريال مدريد اللي هيعتمد عليها على مدار السنه، وازاي هيقدر يغير ما بين 3-4-3 و3-5-2 و4-3-3 بكل التكتيكات، بكل الاسامي اللي ممكن يستخدمها في التشكيلات دي، عشان ما اطولش عليكم. ولكن اللي بيظهر من عيوب الخطه دي وهي ان اللعيبه بتتعب بدري بدري. فاعتقد ان انت قدام فرقه رخمه، فرقه مش اسهل حاجه زي ريال مايوركا، اعتقد هيبقى اول ماتش ممكن تلبس فيه جول. الميزه الوحيده ان انت بتلعب في ارضك على البرنابيو، فممكن لو قدرت تقفل كويس وما تكسبش بسكور كبير وتفضل محافظ على الكلين شيت المتواصل، وهاتريك كلين شيت تقدر تعمله في الدوري، هتبقى نتيجه وحاجه كويسه جدا تقدر تبدا بيها كانطلاقه للدوري، وتقدر تبين لكل الخصوم اللي قدامك ان انا مش سهل ان انت تحط فيا جول. واكبر دليل على كده اللي بيشهد مواجهات الفرقتين، اخر 17 مباراه ما بين الفرقتين 13 فوز للملكي و2 تعادل و2 فوز لريال مدريد. اخر 4 مواجهات ما بين الفرقتين 3 فوز لريال مدريد بتعادل واحد بس. فاعتقد ان شاء
شاء الله يعني بدانا نقول ان شاء الله عشان احنا مشجعين للنادي، يعني ان شاء الله باذن الله يكونوا 3 نقط سهلين لتشابي الونسو والريال مدريد، ويقدروا يستمروا فيها برحله ال3 نقط ورحله المكسب في الدوري الاسباني ورحله المنافسه على اللقب، وان شاء الله تبقى رحله الكلين شيت كمان. انا كده خلصت. متنساش تعمل لنا سبسكرايب عشان نقدر نحط الدرع الجميل ورانا، وما تنساش تعمل لنا لايك برضه عشان نوصل الفيديو ده ان شاء الله ل 1000 لايك باذن الله، ونعديها كمان بكل سهوله. اتمنى لو في حاجه نسيتها في الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني تاكد ان احنا هنتكلم عنها الفيديوهات الجايه. ده لسه تسخين، ده لسه في البدايه، لسه بنتكلم وبندخل واحده واحده كده الدوري الانجليزي معانا، فاكيد هنتكلم بطريقه اعمق شويه المرات الجايه. فكل اللي انا عايزه منك تشوف ايه اللي ناقص، تشوف ايه الفرق انا ما اتكلمتش عنها، لو في فرق مثلا ممكن اكون ما اتكلمتش عنها زياده عن اللزوم وعايزنا نتكلم عنها بشكل مفصل اكتر. واخيرا ما تنساش تصلي على النبي وفايتك كتير.